تعالي نسق التركي على الطريقة المصري. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. الاخر تبلت معايا 300 جرام من اللحمة، عليهم بقى تمام. استنى بس اللحمة كده نحط عليها ملح عشان تفك اسرع. التوابل بتاعتنا معلقة صغيرة ملح، معايا معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة حبهان مطحون. تمام. وهنزل بعد ما اللحمة تغير لونها هنزل اجيب بصلتين متوسطين، واحد قرن فلفل، واسيب اللحمة بتاعتي تتعصج. بس بقى هزود حاجة كده صغيرة، فص توم بردك. تمام. هنزل بقى بالبصل والفلفل بتاعي. تمام. علي ناظر لما نيجي نعملها لازم اللحمه تستوي في التعصيب. احنا بنعصج اللحمه تكون مستويه تماما، لان مش هتمر باي مرحله تسويه تاني. فاحنا بنسوي اللحمه بتاعتنا كويس وبنشوي البتنجان بتاعنا وبس. الوصفه خلصت. يبقى البتنجانتين دول هنقشرهم ونشوف هنعمل ايه. ضفت بقى معلقتين كبار من الطماطم، معجون الطماطم، للحمه المعصجه. تعالوا بقى للبابا غنوج بتاعنا. نص معلقه ملح، معلقه من الهريسه البارده، 4 فصوص ثوم. تمام. معلقه صغيره من اللبن البودره، معلقه لبن بودره هنا، معلقتين زيت، ومعلقه خل كبيره. وهاخد المكونات دي وهضربها وهضيف ليها معلقه كبيره طحين. يلا بقى نكون الطبق بتاعنا. تمام. اللحمه المفرومه اهي. تمام. نظبطها بس كده في النص، حواليها بقدونس بتاعنا. تمام. دي من المقبلات التركي، ولكن احنا في مصر هناكلها مع الرز بشعرية، بتبقى تحفة وجميلة قوي. تمام. هنودي بقى البتنجان بتاعنا بالشكل ده كده. يبقى معانا القمر ده بالشكل ده.